اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. رجعت لكم فيديو جديد هنشوف مع بعض بداية التغييرات في الشقة، وانا جددت الشقة ازاي، والريسبشن بتاعي غيرته وبقى جميل جدا. انا الفيديو ده مصوراه، هتقولي لي مشغله المروحة. هقول لكم الفيديو ده اصلا انا كنت مصوراه من الصيف، من قبل ما ابدا اجدد في الشقة، بس بصراحة كنت مكسلة ومحبطة قوي ومش عايزة انزل فيديوهات على القناة بسبب قلة المشاهدات، وان انا ما فعلتش القناة ليا سنتين. فكل ده كان مخليني محبطة، ماليش نفس ان انا انزل فيديوهات. بس قلت مع نفسي تعب سنتين هيضيع على الفاضي. لا، انا هرجع انزل فيديوهات تاني وان شاء الله يبقى خير والقناة تشتغل احسن من الاول. ده كده شكل الشقة قبل التغييرات اللي انا عملتها. شايفين الحيطان وشايفين الانتريه، الشلات بتاعته هبطت خالص، فانا جددته الحمد لله. هنا كان في مكان سفرة، بس برضو السفرة الكراسي بتاعتها اتدمرت، فانا بعتها وحطيت كده كراسي بلاستيك وترابيزة استغل المكان يعني. فان شاء الله ربنا يكرم واجيب سفرة باذن الله. وهنا ده شكل الحيطان. حطوا بقى لايك للفيديو، شجعوني ان انا انزل فيديوهات تاني على القناة علشان اتحفز كده واشتغل كده بروح جميلة كده، واحب ان انا انزل فيديوهات. شايفين الحيطان جميلة ما شاء الله. وده شكل الانتريه اهو. انا عملت تجديدات في الكهرباء، فغيرت فيش في الكهرباء، كان عندي نقص في الفيش اصلا، فجددت شوية حاجات وزودت فيش في الكهرباء، فشكل الحيطان بقى مش لطيف. فانا كنت لازم ان انا ادهن الصالة، فعلشان كده ايه بدأت بالتجديدات. وكمان عندي السور بتاع البلكونة كان مبني نصه نصه طوب، والنص الفوقاني كان معمول بالجبس، مثلثات جبس. فانا حاسه ان كنت حاسه ان انا المثلثات دي بدأت تتهز يعني، وحاسه ان كانت هتاخد الواحد ويقع. فالحمد لله ان انا هديتها وبنيتها من اول وجديد. فان شاء الله الفيديو الجاي يبقى فرش الشقة وتشوفوا الشقة بعد التجديد. ما تنسونوش من اللايك، واشوفكم على خير بإذن الله.